عمر، أول شيء نقول لك ألف مبروك الفوز ببطولة كأس ولي العهد، وإنجاز يرجع إلى عمل، خلينا نقول لك احنا ننسبه إلى عمل إداري كبير في الفترة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أمسي عليكم إخواني، وأمسي على جمهوركم الكريم. الله يبارك فيكم. نقول الحمد لله رب العالمين. هذه التوفيق من الله سبحانه وتعالى انه وفقنا بهذه البطوله الغاليه اللي فعلا يعني نادي الاتحاد كان يحتاجها. ما جات هذه البطوله يعني من فراغ. البطوله هذه تعبنا لاجلها كثير كثير كثير. كان في عزيمه رجال موجوده، سواء من لاعبين او من اداره او من جمهور عظيم خلف النادي هذا الكبير والعظيم. الحمد لله، الله يبارك فيكم جميعا. الله يطول لي في عمرك. نتكلم على الجهاز الفني سييرا تحديدا، واسمع كلام من شوي عمار يقول لك ان اذا ما تركض في ال7 ايام انت مش موجود، او في ال6 ايام انت مش موجود في اليوم السابع اللي هو يوم المباراة. فاختياركم سييرا، كيفية اختياركم له؟ والله كان يعني مدرب سييرا ضمن يمكن 5 مدربين كانوا موجودين على القائمة، وكان اختيار المدرب الحقيقة بين المرحوم الله يرحمه والدي أحمد مسعود وأبو محمود المهندس حاتم داعشن. تراءوا مع بعض وفي الآخر تم الاختيار على المدرب. حلو. طيب أبو أحمد، بخصوص عملية اللاعبين ووفاهم لوالدك الله يرحمه ويغفر له، أكيد هذا الشيء أثر فيك تأثير كبير، يعني ما في شك يعني. والله يا اخوي المسيره هذه كلها ماثره فيها صراحه. بدايه يعني ما كنت اصلا اتوقع اني انا اخش على الاداره هذه. كان الصواب من المرحوم الله يغفر له ويرحمه اني انا اكون متواجد معاه في هذه الفتره الحرجه. المشكله ان كل يوم يعني حدث يذكرني فيه، ففعلا يعني صعب علي، وفي نفس الوقت بتعطيني دافع كبير انه الواحد يعطي اكثر ما عنده لهذا النادي العظيم ولجمهوره العظيم. وانا بالنسبه لي حاله استثنائيه انه والدي كان رئيس النادي. يعني ابو عمر، يعني يعني ابتعد عن الرياضه، ابتعد عن نادي الاتحاد فتره، لكن عودته قبل وفاته والله يعني شو اقول لك ابو احمد، يعني كانه مكتوب له ان الناس تتذكره من جديد، تحبه من جديد، تدعي له من جديد. ترى هذا الشيء حلو بعد، ترى هذا كان حديثنا احنا، ان رجل مختفي وفجاه يطلع في الاضواء اساس الناس يحبونه. والله زي ما تفضلت، انا اظن يعني رجعه الوالد لنادي الاتحاد كان مجرد سبب، ولا هي تحضير للوفاه. الوالد غاب عن الرياضه حوالي يمكن 18 سنه، في تتكلم على جيل كامل ما شافه. صحيح. فربنا يريد انه هو يترأس النادي عشان هذا الجيل القديم والجديد يرجع يتذكروا من جديد، وكمان تيجي على ظروف صعبه جدا يمر بها كان النادي، وما في يمكن احد يكون عنده الجرأة الكافية انه يترأس نادي الاتحاد في هذه الفترة. فكان موقف انا اشوفه يعني بطولي منه لانتزاع النادي من المشاكل اللي هي كانت موجودة فيها. ويذكروا الناس يمكن يعني ما الى ما لا نهاية انا اتوقع. ويمكن هذا يمكن اعظم شيء اليوم انا في نظري، انه يعني يتوفى هو على رئاسة نادي الاتحاد ليتم يعني ذكره من جميع الناس بالكلمة الطيبة ويترحموا عليه. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه يا رب. ألف مبروك الفوز أستاذ عمر أحمد مسعود، وإن شاء الله دائما نشوف هذا الفرحة عندكم، ودائما إن شاء الله تهتمون على روح الاتحاد بإذن الله تعالى. الله
يبارك فيكم جميعا، وإن شاء الله تكون بإذن الله هذه يعني بداية الانتصار أو الانتصارات والبطولات لنادي الاتحاد الجديد. وزي ما ذكرت سابق فعلا كان نادي الاتحاد يحتاجها، وإن شاء الله تكون هذه دافع لنا نحن كإدارة وكلاعبين إنه نعطي كمان أكثر وأكثر وأكثر من أجل هذا النادي. أبو أحمد مساء الخير. مساء النور. هلا اليوم شافك كده ما شاء الله دخلت يعني اليوم الثالث اليوم احتفالات داخل النادي، وشافك ما شاء الله الحقيقة يعني أنا أول يوم كان في زحمة وأمس واليوم كمان. حدثنا أنت اليوم ما كنت لحالك كأنك في الملعب اليوم في الاحتفالية الكبيرة هذه، وبعدين كان في اجتماع مجلس أعضاء النادي أو مجلس الإدارة أو شيء؟ نعم والله الحقيقة اليوم فعلا اليوم المفروض المستقبل يكون مغلق، لكن كان في يعني إصرار كبير من الجماهير باللاعبين، ففتحنا التمرين وما شاء الله المدرجات كلها امتلأت والناس مبسوطة وفرحانة وبيغنوا للاعبين وشاركوهم اللاعبين في الفرح والرقص. منظر يعني الحقيقة اللي يشوفوا فعلا يعني اليوم جمهور نادي الاتحاد ليس له مثيل في الأندية السعودية كلها. صحيح. فعلا هذا اليوم الجمهور هو اللي شايل النادي، فيعني هذه فرصة أنا أشكر جمهور الذهب على مساندتهم لفريقهم في الأيام خلينا نقول المرة والحلوة. طيب وفعلا بعدها كان عندنا اجتماع مجلس إدارة. يا رب في الاجتماع بس أقريتوا شيء مكافآت حلوة حق اللعيبة شيء يعني؟ والله المكافآت نحن من قبل جيت مقرينها. ما في مكافآت؟ مقرينها من قبل. لا من قبل جيت نحن مقرين المكافآت من قبل متى راح تتوزع؟ هذا المهم، أنا بيها تتأجل. لا ان شاء الله ما تتأجل في المبلغ. عندنا واحد في الدوحة يعني بين العلاج وعنده مصاريف شهر بنحول له فلوس. لا الحقيقة شوف نحن ما عمرنا نوعد اللاعبين بشيء الا المبلغ يكون موجود عندنا، فان شاء الله ما بين يمكن بكره بعض المكافآت حيتوزع. على طاري ان انتم كنتم محددين المكافآت للاعبين، ما في حد مثلا من اعضاء الشرف من كبار الاعيان عندكم مثلا في جده والله قال انه في مكافآت اخرى حق اللاعبين؟ والله الا بدات الان تجينا يمكن بعد الاتصالات، ويمكن يبان معنا في اليوم الجاي باذن الله. طيب مساء الله يسلمك، هتان قال نقطة مهمة جدا تكلم فيها عن الوالد الله يرحمه ويغفر له، وقال انه يتساءل حتى هذه اللحظة ايش اللي خلى الاستاذ احمد مسعود انه يجيب تشيك ب30 مليون ريال لمده وهو جالس وهو عارف نفسه انه جالس مدة سنة. هو جالس في البيت ايش عفوا؟ وهو جالس في النادي لمدة سنة جاب تشيك ب30 مليون، يعني انا لو جالس اليوم في نادي لمدة سنة اسمح لي ما راح اجيب تشيك ب30 مليون اورط نفسي وانا عارف نفسي اني جالس سنة. الوالد الله يرحمه ويغفر له عارف انه جالس مدة سنة ومع ذلك جاب 30 مليون. هذا السؤال يتساءله هتان وغيره، ايش اللي خلى الوالد يضحي ب 30 مليون هذه او نجيبها؟ والله شوف الوالد هو ما تتكلم انه ضحى ب 30 مليون فقط، الوالد ضحى ب يعني خلينا اقول لك تاريخ عريق من ذهب. الوالد ما كان يحتاج الرئاسة هذه، في عنده قد بطولات ومحدد بطولات 9 بطولات. نعم 9 بطولات، فأنت تتكلم الشيء الدافع الحقيقي وراء ذلك. شاف نادي الاتحاد خلينا نقول في أزمة وفي ورطة، ما قدر يستحمل وجود النادي بهذه الطريقة، ففي يوم وليلة فعلا يعني قرر جمع المجلس قال يا جماعة لابد اليوم احنا يكون لنا يعني يد في انتزاع النادي هذا من الوضع اللي هو فيه. وفعلا انا يعني كنت يعني جلست اتكلم معه، ما توقعت انه هو بيرأس النادي، لكن وجهة نظره كانت جدا مختلفة. لابد اليوم انتشال النادي من الوضع اللي هو فيه ولا النادي حيروح علينا. فمن حبه للنادي ترأس النادي الله يرحمه. ابو جاسر بس اسمح لي، ابو احمد صباح الخير.
صباح النور، اهلا وسهلا. حبيبي، يعني انا عندي سؤالين بس اذا تتحملنا. يعني اول سؤال، تفضل. غادرت للرياض بدري يعني قبل الفريق يمكن بيوم، والناس ربطت هذا الشيء بالاجتماع حق اليوم انه في رغبه الان جاده ورسميه من الاداره انها تتحدث مع الامير عبد الله بن مساعد على تمديد فتره التكليف لموسم قادم. هذا الفقره الاولى. السؤال الثاني، انا من يوم بدات الحلقه يمكن الجوال كله يسال عن عمار الدحيم، فين وصلتوا مع عمار وهو موجود اليوم معنا في الاستوديو؟ طيب، سفري للرياض ما كان لهذا الغرض، بل اني بس يعني مجرد كنت بطمن على الاستعدادات اللي موجوده هناك وانه كل شيء مرتب واستقبل الفريق فقط لا غير. عمار ولد النادي، وما يعني تمسكنا بعمار كبير. يعني مجرد هي يمكن في بعض يمكن اختلاف في وجهات النظر بيننا وبينه في اشياء بسيطه ماليه، وانا اتوقع انها ممكن تكون محلوله. ما دام عمار عندكم الكوره عند في ملعب عمار، وعمار عارف الكلام هذا. مساك الله بالخير وصبحك الله بالخير ابو احمد. انا حقيقه من خلال المجلس يعني اناشد الامير عبد الله بن مساعد انه يمدد تكليفكم لسنه اضافيه، لانه بامانه قدمتم عمل جبار، وهذا العمل يعني قطعتم فيه مشوار طويل، ومن المفترض انه كمان تمنح لكم فرصه. يعني انا لو ممكن كان الامر بيده وصاحب قرار، انا اقول ان هذه الاداره يجب ان كمان يمدد لها 3 سنوات، ولكن لربما النظام لا يسمح. لذلك اتمنى حقيقه واناشد الامير عبد الله بن مساعد انه يتم التمديد لادارتكم يعني او تكليفكم لسنه اخرى، لانكم بكل امانه العمل اللي قدمتوه سواء على صعيد الازمه، سواء على صعيد فريق كره القدم، البطوله اللي حققتوها كانت رساله مش لنادي الاتحاد او للاتحادين، بل كانت رساله بليغه لكل الانديه السعوديه، انه يعني حتى من وسط الظروف الصعبه يعني الازمات وكل اللي يعني مر في نادي الاتحاد استطعتم انكم تتجاوزوه وتجيبوا لقب هذه البطوله. لذلك اتمنى استمراركم، وفي نفس الوقت انتم يكون عندكم كاعضاء مجلس اداره وكاداره متكامله الرغبه انكم تواصلوا المسيره، لانه بكل امانه حرام يضيع جهدكم، وانا يعني اخشى انه تاتي اداره اخرى لربما تبدا من نقطه الصفر. لذلك الامر او الكره في ملعبكم والامر متروك لكم، واناشد سمو الامير عبد الله بن مساعد انه تستمروا لسنه اخرى، يعني حتى تقطعوا شوط كبير في يعني التغلب على الكثير من المشاكل خاصه الماليه التي احيطت بالنادي في الموسم الحالي. والله نحن يعني شوف الموسم خلاص يعني قرب على النهايه، ما نعرف ايش اللي حيصير في النهايه، هل حيكون في انتخابات، هل حيكون في تكليف، ولكن انا اقول شيء واحد، اتمنى سواء نحن او غيرنا اللي يكون ماسك هذا الاتحاد يعني يكون فعلا يبغى يخدم هذا النادي ويبغى ينتشر هذا النادي من الوضع اللي هو فيه الحالي، سواء هذه الاداره اللي موجوده او غيرها. ان شاء الله الكل فيه الخير والبركه. يعني فعلا نحن نطمح لإدارة تعرف تتعامل مع وضع النادي الحالي اللي هو الصعب الحقيقة، يمكن مو أي أحد يقدر يتعامل معه. زي ما أرجع أقول لك نحن أو غيرنا الكل فيه الخير والبركة. ربنا يعني يوعد النادي الاتحاد بإدارة فعلا تخدمه من القلب. معك الشاعر عطله فرحان. صباح الخير ابو احمد. صباح النور، الله يحييك. حبيت اغنيه فهد كبيس الجديده؟ اخر واحده ولا اي واحده؟ اللي توها هذه الجديده عندكم. جميله جدا. نعم. صباح الخير ابو احمد، والف الف مبروك البطوله، وما قصرتوا باسم جمهور نادي الاتحاد. بس حبيت اسالك سؤال ولك الحق انك تجاوب وما تجاوب في الاخير، عن اللاعب فهد الانصاري. هل راح تجددون مع اللاعب؟ لان الحين الموسم تعرف يمكن قرب من النهايه. نعم. اذا تجددون معاه او فودي اعرف ويعرف جمهور نادي الاتحاد المفاوضات مع فهد الانصاري. نعم، الرغبه فعلا، الرغبه موجوده ان احنا نجدد مع كابتن فهد. كابتن فهد لاعب كبير، كبير الحقيقه في الملعب وخارج الملعب. صحيح. فنتمنى ان شاء الله نحن نجدد، وبدينا يعني نوع من المفاوضات هذا الشيء. الله يوفقكم معاه ان شاء الله ويوفقه وياكم باذن الله. باذن واحد احد. شكرا لك استاذ عمر احمد مسعود، وبالتوفيق ان شاء الله يا ابو احمد.